السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح لأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة اسمه رابت. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي أكتر من 500 ألف عملية تنزيل. سعة التخزين بتاعته هي 24 ميجا بايت. التطبيق ده يا جماعة واخد 3.9 تقييم نجمة. التطبيق ده يا جماعة بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن انك انت ان هو بيقدر يوفر لك خدمة تسويق البقالة والمستلزمات اليومية وتوصيلها للمنزل في خلال 20 دقيقة. الأسعار بتاعته تنافسية، أسعاره كويسة جدا وجملة على المنتجات. التطبيق ده بيوفر لك مجموعة واسعة من المنتجات بما فيهم المواد الغذائية والمشروبات والادوات المنزلية وكل حاجة تقدر ان انت تطلبها من عليه. ومميزات البرنامج ده ان هو سريع في التوصيل. البرنامج ده يا جماعة بيقدر يوصل لك الطلبات بتاعتك خلال 20 دقيقة. سهل في الاستخدام وسهل في التنقل. دايما بيقوم بعمل عروض وخصومات على المنتجات. كمان التطبيق ده يا جماعة يعمل التطبيق ده على العديد من المناطق. عيوب البرنامج ده عدم توفير جميع المنتجات. جميع المنتجات مش ساعات بتكون مش متاحة في جميع المناطق. رسوم التوصيل يا جماعة، التطبيق ده رسوم التوصيل بتاعته إضافي على بعض الطلبات. جودة المنتجات بقى يا جماعة تختلف الجودة من وقت للتاني. آراء الناس بقى عنه يا جماعة هي ان الناس شكرت فيه وقالت انه ابليكيشن محترم والمعاملة فيه محترمة جدا، وشكرا للفريق اللي بيعمل كده، وتطبيق رائع وسهل وبينصحوا الناس ان هم ينزلوه. التعليقات السلبية بقى كانت ان التطبيق ده تجربة وحشة والاوردرات بتتأخر جدا والمندوب كل مرة مش بيرد. العروض بتاعته ترويجية غير حقيقية وأسعار مقارنة بغيرها مرتفعة مقارنة بغيرها. التطبيق سيء وأغلب المناطق خارج التوصيل أسعارهم، وناس قالت كمان إن أسعارهم غالية قوي بجد. والعروض بالعروض، أمال من غير العروض ايه؟ محدش ينزل تطبيق انزل السوبر ماركت أوفر. كل اللي هقدر اقوله لك ان انت لما تيجي تنزل البرنامج ده ادخل شوف التعليقات بنفسك، شوف التطبيق ده الأغلبية الناس بتقول ايه فيه. دور وشوف التطبيق ده برضو كمان يا جماعة هو كويس جدا لناس كتيرة. عايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا القناة بتاعتنا هي القناة الوحيدة اللي بتتكلم عن التطبيقات بدون تحييز لأي تطبيق، وكل واحد في قناتنا بيقول تجربته الحقيقية في التعليقات عشان هنثبت تعليقه سواء كان التعليق ده إيجابي أو سلبي عشان الكل يستفيد من تجربته. هستناكوا في ابلكيشن جديد، في تطبيق جديد، وهستنى تعليقكم. مع السلامة.